السلام عليكم. فيديو النهارده فيديو جديد، تفتيح باكج نجوم الاسبوع، عودة صلاح وساكا وليفاندوسكي. لكن قبل ما نبدأ انزل حط لايك، عايزين نوصل الفيديو على لايكات، واشترك في القناة وشير الفيديو لاصحابك، يلا بينا نبدأ على الفيديو. مبدئيا كده نزل معانا زيكو، يعني زيكو كولر، مش عارف مين ده. زيكو كولر باتيستوتا عند تشويزما، يعني باكج كويس جدا، بس باكج عادي يعني في النهاية. معنا هنا بقى باكج نجوم الاسبوع الجديد، حتى البطاقة شكلها جديد كده، تدي حاجة حلوة. عندك ساكا 96، مش عارف يوصل كام الصراحة، احتمال يوصل 100. يلعب في كل الأجنحة، هجومي. بطاقة معتادة من ساكا، يعني كل الطاقات ساكا كده، يعني مفهوش حاجة. عندنا بقى محمد صلاح، هو لأول مرة هول بلاير، ار ام وعي 90، دريبلينج، لوبوس، فينيش، كيرل، وعندك سبيد واكسلريشن، كيكنج باور. لا طاقته حلو، بالانس وستامينا، لا جامد. دبل تاتش، رايزنج، لونج رينج، فيرست تايم، اوت سايد. لا صلاح جامد يعني، واحنا مش طالعين النهارده غير بصلاح. ليفاندوسكي 35 سنة، والبوشر. يعني بالنسبة لي ليفاندوسكي يعني واحد 90، فينش 90، بطة بلدي. بطة بلدي النسخة دي، لا مش عاوز ليفاندوسكي أنا. عندنا اللاعب ده لاعب عيان عيان عيان، معندوش غير دبل تاتش وحاجات كده، يعني مهاراته كويسة. عندنا زي كريزي، يعني دبل تاتش، قصدي دي بلاينج. هو دي كدي بلاينج مش قد كده بسبب الدريبل، بس ماشي. وعي كويس، فينش كويس، ماشي. راجل عن جراو كويس. عنده مارسيليا والسوبر سب في السام شوت. عندنا كارو ميتوما نازل كرييتيف بلاي ميكر، مش عارف ليه كل مرة ننزل كرييتيف، يعني كويس جدا، سريع، ده سبيشيال دبل تاتش. عندنا ماتيو كوفازيتش، شفت تاكاتو، متوازن جدا بين الدفاع والهجوم، يعني لاعب بوكس تو بوكس زي ما بيقول الكتاب. عنده مارسيليا، عنده كل سكيلزات الشوطات والبساط. عندنا هنا مين ده؟ لا يعني ده لو جالي لا، هو والحارس ده والاتنين اللي تحت ده. يعني عندك الولد ده بيقول ايه ده، هو البلاير دقته كويسة، بس لا مش عايزين، مش عايزينه. الأربعة اللي تحت دول، في اتنين 5 نجوم، 3 5 نجوم، واحد 4 نجوم، مش عايزينهم. هتلاقيه سريع صح؟ لا مش سريع، امال ده كويس ايه؟ فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، والفتحة المجانية على الباك. انا لازم اطلع النهاردة بمحمد صلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله محمد صلاح، بإذن الله. يعني اخرنا على الحساب ده فتحة مجانية و100 كوين، يعني مش هنفتحه تاني كده على الحساب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لفة بيضة كده. عندنا مين بقى؟ يا رب صلاح، يا رب يا رب يا ربي. لا 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 بانجا. يا اسطى انا قلت مش عاوزك، والله انا قلت ما عاوزك. مين انت يا اسطى؟ حتى ما تفقدنيش بعد تجديد كده، يعني لو الحارس كان جايك ممكن ابيعه ويفيدني بعد تجديد. ما عندوش حاجه ده، ما هو ده عيان تعبان خالص يعني. عنده سبيشال دبل تاتش، انا ما عنديش حاجه تانية. انا نهار ابيض. طب 100 كوين كمان بقى، 100 كوين، بسم الله. 100 كوين على الباك، يا رب يا رب صلاح، يا رب صلاح، يا رب صلاح، يا رب يا محمد صلاح. لا مش هو، يا نهار ابيض، يا نهار ابيض. كونامي هتجرني على الباك، كونامي هتجرني على الباك، يا نهار ابيض يا كونامي، يا كونامي. 100 كوين تاني، تاني 100 كوين. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب يا رب يا رب. ليفاندوسكي مش عاوزه، والله ما عاوزه، مش مهم، والله والله ما مهم. يلا كونامي جرتني على الباك، يا نهار ابيض. 300 كوين، يا رب صلاح، يا رب صلاح، محمد صلاح، محمد صلاح. لا 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 لا, لا. مش عاوز ساكا، والله ما عاوز ساكا. انا مش عاوز ساكا يا عم، مش عاوز ساكا، هات صلاح. يا نهار ابيض، كوين راحت، الكوين راحت.
الكوين راحت، يا نهار ابيض يا كونامي، الكوين راحت يا كونامي. عندنا ساكا وليفاندوسكي، تعال نشوف اللعبة دي توصل. يعني عندنا كده اللاعب ده الكوين راحت، كنت عاوز صلاح. مين اللي خلاني افتح على الباك ده؟ اللاعب العيان ده بيوصل 94 مع دي شامب. اما ساكا، ساكا بقاي ساكا بيوصل 101 مع دي شامب. ليفاندوسكي، ليفا بيوصل 99 مع دي شامب. اخر واحد الولد ده بيوصل 97 مع دي شامب. شفت الاربع لعيبه دول بتاع نجوم الاسبوع، لعبت بيهم 3 ماتشات. مبدئيا كده نبدا بلاعب فاندرسون ده. 3 مباريات ما عملش معانا اي حاجه. التاكينج يعني لعب عرضيات، يعني مش اقوى حاجه. 7/10. طبعا انت لو جبت مش هتلعب بيه اساسا. 7/10. اللاعب ده يعني ده اضعف لاعب في الباك. ده لو ياخد 5/10 والله ياخد. تديله 7/10 عشان عنده مهارات حلوه. لا مهاراته حلوه دريبلينج يعني، بس عرض ما بيفنش، ما بيعملش حاجه. هو عمال يجري وخلاص، بيجري وخلاص وبيعمل مهارات يعني. 7/10. عندنا روبرت ليفاندوسكي، يعني لاعب كويس جدا، يعني 91. بالنسبة لنسخ ليفاندوسكي قليل، بس هو بالنسبة لأي مهاجم كويس. 93 فينش 93. يعني ليفاندوسكي ياخد معانا 8.5/10 بسبب سبيد واكسلريشن بس. غير كده مفيش أي عيب. عندنا بقى أقوى لاعب جالنا النهاردة وهو بوكايو ساكا. أيوة بوكايو ساكا هو أقوى لاعب جالنا النهاردة. واللاعب ده يعني لاعب جامد أوي يا جدعان، والله لاعب جامد أوي. يعني لعبت بيه انا 3 ماتشات، جون واسيست. ليفاندوسكي جاب جون واحد، يعني كويس. مبصش الارقام يعني، بس كويس. دريبلينج، لو باص عالي، اعلى نسخ ليه اللو باص. كيرل عالي برضه. سبيد واكسلريشن، كيكينج باور، بالانس، ستامينا. وانا اقصد دبل تاتش، عشان حته الدبل تاتش والفليب فلاب دي ممكن اديله 9.5/10. بس كده. افتح على الباك، طبعا باك جامد جدا. وانا حظي كويس، جالي 3 لعيبه من فوق. يعني كان ناقص صلاح بس كان يجي مكان الولد ده وخلاص كده يبقى انا حظي جامد. بس هنعمل ايه بقى مع كونامي دي؟ كونامي دي عادتها. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. وفيديو عجبك انزل حط لايك عشان صديق بالعالم ملكات، واشترك في القناة. دي نهاية الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي. كان معاك يوسف جيمنج، والسلام عليكم.